الأمير عبد القادر بن محي الدين المعروف بعبد القادر الجزائري هو كاتب وشاعر وفيلسوف وسياسي ومحارب. اشتهر بمناهضته للاحتلال الفرنسي للجزائر. ولد قرب مدينة معسكر بالغرب الجزائري يوم الثلاثاء 16 من دجنبر 1808 الموافق ل15 من رجب 1223 هجرية. هو رائد سياسي وعسكري مقاوم قاد المقاومة لمدة 15 عاما أثناء غزو فرنسا للجزائر، وأيضا مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة ورمز للمقاومة الجزائرية ضد الاستعمار والاضطهاد الفرنسي. اعتبره الفرنسيون يوغرت الحديث. كان تعليمه الديني صوفيا، أجاد القراءة والكتابة وهو في السن الخامسة، كما نال الإجازة في تفسير القرآن والحديث النبوي وهو في 12 من عمره. يحمل سنتين بعد ذلك لقب حافظ. بدأ بإلقاء الدروس في الجامعة التابعة لأسرته مختلف المواد الفقهية. شجعه والده على الفروسية وركوب الخيل ومقارعة الأنداد والمشاركة في المسابقات التي تقام آنذاك، فأظهر تفوقا مدهشا. عندما تولى عبد القادر الإمارة كانت الوضعية الاقتصادية والاجتماعية صعبة، لم يكن له المال الكافي لإقامة دعائم الدولة الجديدة، بالإضافة إلى وجود معارضين لإمارته، ولكنه لم يفقد الأمل، إذ كان يدعو باستمرار لوحدة الصفوف وترك الخلافات الداخلية ونبذ الأغراض الشخصية. كان يعتبر منصبه تكليفا لا تشريفا، وفي نداء له بمسجد معسكر خطب قائلا: إذ كنت قد رضيت بالإمارة فإنما ليكون لي حق السير في الطليعة والسير بكم في المعارك في سبيل الله. الإمارة ليست هدفي، فأنا مستعد لطاعة أي قائد آخر ترونه أجدر مني، وأقدر على قيادتكم شريطة أن يلتزم خدمة الدين وتحرير الوطن. لقد قام الأمير عبد القادر بإصلاحات اجتماعية كثيرة، فقد حارب الفساد الخلقي بشدة، ومنع الخمر والميسر منعا باتا، ومنع التدخين ليبعد المجتمع عن التبذير، كما منع استعمال الذهب والفضة للرجال لأنه كان يكره حياة البذخ والميوعة. كان الأمير عبد القادر يرمي إلى هدفين هم تكوين جيش منظم وتأسيس دولة موحدة. قد بذل الأمير وأعوانه جهدا كبيرا لاستباب الأمن، وبفضل نظام الشرطة الذي أنشأه قضي على قطاع الطرق الذين كانوا يهجمون على المسافرين، فأصبح الناس يتنقلون في أمان وانعدمت السرقات. قاد عبد القادر ووالده حملة المقاومة العنيفة ضد الاحتلال الغاشم، فبايعه الأهالي بالإمارة عام 1832 ميلادية. عمل عبد القادر على تنظيم المجاهدين حتى استقر له الأمر وقويت شوكته، فألحق بالفرنسيين الهزيمة تلو الأخرى، مما اضطر فرنسا إلى أن توقع معه معاهدة دي ميشيل في فبراير 1834 ميلادية معترفة بسلطته غرب الجزائر، لكن السلطات الفرنسية لم تلتزم بتلك المعاهدة، الأمر الذي اضطره إلى الصدام به مرة أخرى. فعادت فرنسا إلى المفاوضات وعقدت معه معاهدة تافنا في مايو 1837 ميلادية، مما أتاح للأمير عبد القادر الفرصة لتقوية منطقة نفوذه وتحصين المدن وتنظيم القوات، وبث الروح الوطنية في الأهالي والقضاء على الخونة والمتعاونين مع الاستعمار. لكن سرعان ما خلق الفرنسيين المعاهدة من جديد، فاشتبك معهم عبد القادر ورجاله أواخر عام 1839 ميلادية، ودفعت فرنسا بالقائد الفرنسي فيجو لتولي الأمور في الجزائر، فعمل على سيطرة الوضع باتباع سياسة الأرض المحروقة، دمر المدن وأحرق المحاصيل وأهلك الدواب، إلا أن الأمير ورفقائه استطاعوا الصمود أمام تلك الحملة، محققين عدة انتصارات مستعين في ذلك بالمساعدات والإمدادات المغربية لهم. لكن فرنسا عملت على تحييد المغرب وإخراجه من حلبة الصراع، فأجبرت المولى عبد الرحمن سلطان المغرب آنذاك على توقيع اتفاقية تعهد فيها بعدم مساعدة الجزائريين. أما نفذ ما لدى الأمير من إمكانيات، لم يبق أمامه سوى الاستسلام حقنا للدماء من تبقى من المجاهدين والأهالي، وتجنبا لهم من بطش الفرنسيين. وفي دجنبر سنة 1847 تم القبض على الأمير عبد القادر وتم سجنه إلى أحد السجون بفرنسا. ظل الأمير عبد القادر في سجون فرنسا يعاني من الإهانة والتضييق حتى عام 1852، ثم استدعاه نابليون الثالث بعد توليه الحكم وأكرم نزله وأقام له المآدب الفاخرة يقابل وزراء ووجهاء فرنسا، ويتناول الأمير كافة الشؤون السياسية والعسكرية والعلمية، مما أثار إعجاب الجميع بذكائه وخبرته. ودعي الأمير لكي يتخذ من فرنسا وطنا ثانيا له، ولكنه رفض ورحل إلى الشرق براتب من الحكومة الفرنسية آنذاك، ثم استقر به المقام في دمشق
منذ عام 1856 ميلادية، وفيها أخذ مكانة بين الوجهاء والعلماء، وقام بالتدريس في المسجد الأموي، كما قام بالتدريس قبل ذلك في المدرسة الأشرفية وفي المدرسة الحقيقة. توفي الأمير عبد القادر بدمشق في منتصف ليلة 19 رجب 1300 هجرية، الموافق ل 1883 ميلادية، عن عمر يناهز 76 عاما، وقد دفن بجوار الشيخ ابن عربي بالصالحية بدمشق لوصية تركها. وبعد استقلال الجزائر نقل جثمانه إلى الجزائر عام 1965، ودفن في مقبرة العالية في مربع الشهداء الذي لا يدفن فيه إلا الشخصيات الوطنية الكبيرة. الأمير عبد القادر الجزائري رمز من المقاومة لن ينساه العرب ولا الجزائر.